يعني دلوقتي احنا اتكلمنا مع الحاجه ارزاق. نعم. وانا عايزه افهم، هي قالت لي ان انت كنتي متجوزه قبل كده واتطلقتي. ايه اللي يخليكي تقبلي ان انت تتجوزي واحد متجوز وتعيشي مع مراته في نفس البيت وانت ما تعرفيهاش؟ يعني ما تعرفيش انها طيبه، شريره، هتعمل فيكي مقالب، هتبقى كويسه؟ لا، ربنا عودني بيها، عودني بيها وبيه بعد ربنا. ازاي عوضك بيها؟ ازاي يعني انا بص حضرتك، انا لو انا شينه، لو انا يعني خدتها من علي، لو انت وحشه، لو انا وحشه ما كانش عملتني. حبينا بعدنا، كان أنا الحمد لله انا معتبرها زي والدتي وهي بنتي، يعني عننا زي بنتها وكده. طب ممكن تحكي لي على يوم الفرح؟ يعني يوم الفرح حصل فيه ايه؟ ما حصلش حاجه. هي قالت انها عيطت يوم الفرح. لا انا ما شفتهاش، مع جبلاتنا حلو ومفيش اي حاجه. بقول لك هي جات لي بدل مره مرتين ثلاثه، هو جالي الاول مرتين الناس جابته وانا عجبته. كان قبليه في واحد عاوز ياخدني على مراته، قلت له لا، وبعدين يعرف مرته، قلت له لا مش سكتي. مش سكتي؟ ما اخدكش من على مراتك. يعني كان عاوز بعد ما يتجوزني وكده وبعدين يعرف مرتك، قلت له لا ما اخدكش من على مراتك. لازم مراتك تكون عارفه؟ طب وعادي ان انت تتجوزي اصلا راجل متجوز؟ يعني ده بالنسبه لك تمام؟ لا، ما قالوا لي تعبانه وستي كبيره، قلت يمكن بقى ربنا يعوض صبر خير بعد ربنا ان دعوها ليا. طب انت في سنك الصغير ده مفيش لسه المشاعر بتاعت ان انا بحب جوزي ابراهيم وبغير عليه وبيحبها، يمكن يحب الحاج ارزاق اكتر مني؟ لا، ما احنا مع بعضنا في بيت واحد واكل واحد، وانا اللي بطبخ وانا اللي بعمل كل حاجه، سلمتني كل حاجه دلوقتي. ما انا مش فاهمه يعني ايه في بيت واحد، ويعني برضو انا دماغي يعني في دور واحد كده مع بعضينا في البيت. وما رفضتيش ليه؟ يعني ما قلتي يعني ايه ليه تتجوزي راجل متجوز تعيشي مع ضرتك في نفس ذاك البيت؟ انا كنت عايشه لوحدي وبعدين ما شفتش يعني، وكنت عاوزه اعيش. جوزي راح متجوز عليا، طبعا انا كنت قاعده على عيالي. حصل بقى ايه ان انت مش قاعد معايا وانا طلعت اجيب طلبات من بره، عاوز يكون عارف. طب ما هو ثانيه بس، طب ما انت اتطلقتي عشان جوزك اتجوز عليكي؟ لا، ده هو اللي طلقنا عشان ما انا طلعت من بيقول لي ما قلتش ليه؟ قلت له انت مش قاعد معايا عشان اقول لك. لا مش فاهمه، انت نزلتي خرجتي من غير ما تقولي له؟ دي سبب بقى ايه، هو اتطلق مش عشان اتجوز عليكي؟ لا، انا اتجوز سنه، والله قعد سنه مع مراته، وانا كنت طالبه من ربنا غير اللي توفوا مني. واستاذنك؟ قال لك يعني قال انا هتجوز، قلت له ما تتجوز. طب وما قعدتوش الراجل ليه واحده واثنين وثلاثه، ما دام انت عاوز تتجوز اتجوز. طب ما قعدتوش ليه مع بعض في نفس البيت؟ ما هو خد لها بيت وانا بيت. طب ليه ما قعدتوش مع بعض في نفس البيت؟ انا الصراحه ما بحبش الا الجد، انا قلت له مش قاعدها لوحدها عشان ايه، مش عايزه مشاكل. طب وازاي طلاق؟ يعني انا برضه اهو انا دماغي هتنفجر يا جدعان. انا يعني انت اصلا جوزك جه قال لك انا هتجوز عليكي الاولاني، قلت له اتجوز بس قلت له ما تجيبهاش تعيش معايا. جالك انت عريس بيقول لك هتجوزك وهاخدك تعيشي مع مراتي. لا، ما انا قلت له معاك مراتك ومعاك عيالك، انا مش هاخدك من على مراتها. قال لي لا، ده هي تعبانه وهي اللي تجي لك، وهي جات لي بدل من مرتين ثلاثه اربعه. واخواتي يقول لي ازاي تاخد واحد مع مراتك؟ قلت انا طلبت بقى من ربنا عشان ايه، انا ما شفتش شويه الحمد لله، ربنا عوض صبر خير بديه ودي. لو كانت الحاجه ارزاق سنها اصغر من كده، لو كان عندها 30 سنه 35 سنه، كنت هتقبلي ان انت تتجوزيه وتقعدي معاهم في نفس البيت؟ لا، لو شديده وهو كده لا، مش كنت هرضى بيه. بس ما دام ست كبيره قلت كفايه دعوها ليا، ما دام عن اللي انا شفت يمكن ربنا عاوز صبر خير، ربنا بعت لي دي وبعت لي دي. ايوه، ايش عرفك بقى ان الناس دي ناس طيبه، ان الست دي ست طيبه؟ يعني عرفتي منين؟ والله انا سلمت امري اللي خلقني ونعم بالله. الحمد لله، ربنا عوض صبر خير، خاف عليا ايه اول مشكله حصلت ما بينك وبين الحاج ابراهيم والحاجه ارزاق اتدخلت؟ كان عشان ابنه كده، بقول له خلاص يا حاج ابراهيم، يعني مش عايز بقى اي حد يتدخل، هو بيتكلم هو ابنه كده، يعني في مشكله كده. فانت كنت بتحاولي اقول له معلش ابنك وكده، هو بقى مش عاوز حد ايه لما بيتكلم ما حدش يقاطعه. هي قالت لي ما بيتكلم مع حد او هو زهقان سيبيه شويه هتلاقيه يهدى. عرفتني يعني كل حاجه الاخرى ايه، اتعلمت الحمد لله.
يعني انا فعلا قصتكم انا شايفه سلام نفسي. ايه شكله ايه الحاج ابراهيم؟ يعني في ايه مميزات يخليني اقبل ان انا اتجوز وهو متجوز ونعيش كلنا اسره سعيده في نفس البيت؟ ولا بأمري ولا بأمر حد، أمر ربنا. بقالك قد ايه متجوزاه؟ دي تالت سنة. وخلفتي؟ كان معايا قبل، خلفت قبل كده بس ما حصلش نصيب. بعدين ربنا اداني 2 توأم، واحد اتوفى وواحد عايش، وهي بتجيب للولد هدوم وحلوين مع بعضنا ومفيش أي حاجة.